السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده هنعمل طواجن مكرونة باللحمة المفرومة. الطواجن دي طبعا احنا بنشتريها بره بالشيء الفلاني. أقل طاجن وما يكفيش فرد واحد بيبقى ب30 وب40 جنيه، واللي بيبقى يعني فيها زيادة لحمة شوية بتبقى ب80 جنيه. احنا هنعمل الحاجة دي في البيت وبأقل الإمكانيات، وحاجات بتبقى موجودة في كل بيت. يلا كده بينا نبدأ نشوف هنعمل ازاي ونشوف المكونات هتبقى ايه. طبعا هنا انا عصقت البصل ولحمة مفرومة، وقطعت عليه ربع قرن فلفل حامي، وحطيت ورقتين لورا وعصقتهم بسمنة على النار. كده دول خلاص كده اتعصجوا. هنعمل تاني حاجة. طبعا المكرونة هتبقى نية ولا هتتسلق ولا اي حاجة، هنحطها نية من غير اي حاجة. مفيش الا بس ان احنا نعمل الخلطة اللي احنا هنحطها عليها. هنشوف كده هنعمل ايه. طبعا هنا في الخلاط انا حاطة قوطة وفصين توم صغيرين جدا واقل من ربع قرن فلفل حامي. هنضرب ده وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا هنا انا بعد ما ضربت الصلصة كويس قوي حطيتها هنا في الحلة على النار، وحطيت عليها حبة زيت. تعالوا بقى هنشوف هنضيف ايه تاني. كده هنضيف ورقتين لوري، كمان هنضيف 2 حبهان، كمان هنا هنضيف حبة زيت كويسة وانا ضايفة زيت من الاول. كده هنضيف مرق الدجاج، كده هنا في المطحنة انا طحنة كزبرة ناشفة على كمون على فلفل اسمر وحبة ملح. كده هنضيف منهم، هنضيف حبة حلوة، احنا ضفناهم كله. كده هنضيف كوباية مية سخنة وهنسيب ده كله يغلي كويس، وبعد كده وبكده هنكون زودنا، وهنحطها برضو على النار 3-4 دقايق. وانا شغلت الفرن على فكرة فوق وتحت عشان تسخن كويس. وهنحط دي كده، هنخليها 3-4 دقايق تغلي كده. بعد كده هندخلها الفرن وهنشوف. وبرضو الطاجن اهو انا هشغل عليه برضو النار. كده احنا حاطينهم على النار خلاص، هم قربوا يغلوا كده على النار هما الاتنين. حابه اقول لكم لما تيجوا تعملوا مكرونه زي كده ما تزودوش الصلصه قوي عشان المكرونه ما تطلعش معجنه. واهم حاجه في الصلصه انك تكوني ضايفه لها زيت كويس، عشان الزيت ما بيخليش المكرونه تعجن، ويا دوب تغطي المكرونه كده بحاجه بسيطه. ما تزوديش الصلصه قوي. وهتغلي دلوقتي وهنقولها في الفرن وهنشوف. هي كده بتغلي. خلاص انا هبدأ كده انزلها الفرن. معلومة علشان المكرونة دي ما تعجنش منك، لازم تكون الصلصة بتغلي، وقبل ما تحطيها في الفرن اديها غلوة على النار، بحيث تحطيها في الفرن على طول تبدأ تغلي على طول. المكرونة بالشكل ده ما تعجنش منك وتستوي كويس وتبقى مفلفلة. طب كده انا حطيت المكرونه في الفرن. بصوا انا حطيتها من تحت خالص، على فكره لازم تحطيها من تحت خالص. اول ما تتشرب بالظبط ابدأي ارفعيها فوق، لكن احنا عايزينها على نار مباشره عشان خاطر تستوي بسرعه وما تعجنش منك. انا كده نزلتها في الفرن 15-10 دقايق كده، وهنشوف هنرفعها ازاي فوق ونشوف الدنيا فيها ايه. وبكده نكون خلصنا. طبعا المكرونه طالعه زي الفل ولا معجنه ولا اي حاجه. يا رب تنال اعجابكم يا رب، واتمنى منكم تجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.